صباح الفل والخيرات عليكم جميعًا. هاتكلم النهارده عن إيه؟ هاتكلم عن إن يكون الهدف واضح قدامي، الهدف اللي أنا عايزة أوصل له أو الهدف اللي أنا عايزة أحققه، على كل المستويات بقى، على مستوى العلاقات، على مستوى الحياة المهنية، على مستوى الحياة المالية، أيًا كان. كل ما كان الهدف ده واضح لي وأنا شايفه بوضوح، وأنا عارف أنا عايزة أوصل لإيه تحديدًا واضح قدام عينيّا، كل ما كانت طرق الوصول ليه أسهل بالنسبة لي وأوضح بالنسبة لي. لو الهدف مش واضح لي أو أنا مش شايفة بوضوح إيه اللي بيحصل؟ طول ما أنا ماشي ألاقي معرقلات، ألاقي حاجات تعطلني، ألاقي حاجات تشدني، طب دي حلوة تبهرني تاخد مني وقت شوية، طب دي حلوة تستنفذ مني طاقة شوية. وطول ما أنا ماشي أنا مش شايف أنا عايز إيه بوضوح، أنا مش عارف اللي أنا عايزة أوصل له هو فين ولا شكله إيه، فطول الوقت بتعطل، فما بيكونش الطريق لي أسهل. حاجة كمان، لو أنا الهدف قدام عينيا واضح وشايفه، أنا كمان هتتجلى ليا مش بس أيسر طرق الوصول ليه، لأ، أنا طول ما أنا ماشي هلاقي ميسرات للطريق نفسه، هلاقي ميسرات للهدف نفسه. ابتدي أجدده بقى، ابتدي أعدله، ابتدي أغير شوية في شكله وفي إنتاجيته، لكن طول ما هو واضح أنا شايف الطريق الوصول ليه أكتر. طيب تعالوا أقول لكم كمان حتة كده وادعوا لي في الكومنتات عليها. طول ما أنا كمان عارف أنا عايز الهدف ده ليه وعايزة أوصل له ليه، طول ما كان كمان بالنسبة لي الحماسة ليه أكتر والشغف ليه متواصل، خاصة لو كانت ليه دي في الآخر بتوصل إن هو ده اللي هيتكتب في ورقتي، وإن هو ده اللي هيتكتب في اختباري، وإن هو ده اللي هيتحط في امتحاني، ومركزيته في الأصل هو عشان ربنا سبحانه وتعالى. وضوح الهدف بالنسبة لي مهم جدا إن هو يوصلني للطريق الأسهل والطريق الأيسر. وكل ما كانت نوايا الهدف دي متصلة برب العالمين، كل ما كان طريق الوصول ليها أمتع. وأنا طول ما أنا ماشي في الطريق ده طول ما بتتجلى ليا النعم. والله يبقى أنا ياسمين عبد العزيز بحلف، لو أنا خدت بالأسباب دي وعليت جوايا الإيمان بالهدف اللي أنا رايح له، وعليت جوايا اليقين بإن كلام ربنا حق، وإن أنا طول ما أنا ماشي دوري وسعي أيا كان بقى كل مستوى الأهداف اللي أنا بتكلم عليها، كل مستوى الأهداف، لو أنا واخد الطريق ده، واخد نيتي، واخد يقين، واخد عزمي، والله لا يتحقق الهدف أحسن مما أكون. ويجيلي الأهداف اللي أنا حطاها، أو تجيلي الأسباب اللي أنا حطاها ليه أيسر ما يكون، والاقي نفسي برزق تحسين وبرزق تطوير وبرزق إن يجيلي اللي أنا عايزه أحسن مما أكون من حيث لا أحتسب. والله ثم والله أنا بقول لكم الكلام ده وأنا بنقلها لكم بعد ما تدبر الأمر فيها. خد مني المعلومة دي وتدبرها ودور فيها ونفذها وطبقها. لو أنت شايف هدفك بوضوح، لو أنت حاطط مركزية ربنا في الهدف ده، ومعلي جواك اليقين ومعلي جواك الإيمان، هتتجلى لك النعم والميسرات طول طريقك للهدف، وهيتجلى لك أيسر وأسهل طريقة توصل بها الهدف. ربنا يوفقكم جميعا والقاكم على خير.